انا شايف ان الخطه المناسبه بتاعتنا مبدئيا انا ما حطيتش الخطه بتاعتهم عشان هم تقريبا بيغيروا كل ماتش خطه. فانا شايف ان الخطه اللي احنا المفروض نبدا بيها انا بالنسبه لي هي 3-5-2. ازاي؟ محتاج ان انت تزود واحد قدام، محتاج ان انت تضغط عليهم بكل قوتك، انت محتاج ان انت تخلي فيه زياده عدديه ليك في ال 18. مين الثلاثه اللي ورا؟ مفيش خلاف عليهم، محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، وفي النص الونش هتلعب هنا احمد فتوح بانتاج مطرود، فبالتالي احمد فتوح هو اللي يمسك الحته دي. ونص الملعب محمد شحاته، عبد الله السعيد. وهنقف هنا وقفه، انا مش عايز عبد الله السعيد انه يلعب 10، انا مش عايز عبد الله يلعب بين الخطوط في سنه ده، صعب قوي على ما يعمل الترن والفنتات وتغيير الاتجاه والسرعه. عبد الله انسب مكان ليه دلوقتي هو 8، وده انسب حته عبد الله اتالق فيها مع الزمالك لما جوميز لعبها له. على الوينج الثاني مفيش شك هو اخوان بزيره، وقدامهم هنا بادم كايد، والاثنين عندك ناصر منسي فيرود في البوكس على طول، والفيرود الثاني معاه هو عداد دباغ، فيرود حر او لا مركزيه في الحته اللي قدام دي كلها، مش شرط يقف في ال 18 مع ناصر، هو حر اكتر من انه فيرود في البوكس. فين شيكو بنزا؟ هو مبدئيا انا بشوف ان الجيم ده مش بتاع شيكو بنزا. ليه مش بتاع شيكو بنزا؟ انا شايف ان شيكو بنزا الماتش ده بالذات انت كنت بتلعبه الماتش اللي فات عشان كان فيه مساحات الدنيا، وهو الى حد ما عرف يستغلها، بس الجيم ده ومفيش مساحات اصلا يعرف يتلائم فيها على كوره، كل كوره بتجيله انت بتخسرها. انت شفت ماتش انبي لما كان الدنيا بتقفل، ما خسر كل الكره اللي جات له، حرفيا خسر كل. دور على كل الماتشات اللي شيكو بنزا لعبها معانا، مفيش ماتشان كان بتألق فيها او مش بتألق، كان بيساعد فيها حتى كان بيكون ايجابي ولو 5%، غير لما يكون فيه مساحات. انما اي ماتش كنا بنلعبه والفرقه بتلعبنا تحت الكوره، وهو ده اللي الجيم الاتحاد اللي هتلعبه بالظبط، انت هيخسر كل كره هتجيله، اضراره اكتر بكتير قوي. انا بشوف ان ده مش الجيم بتاعه، انا بشوف احنا لو لعبنا بشيكو بنزا من اول ماتش احنا بنريح الباقي، كل ما شيكو بنزا يرمي الكوره هو هيحط جسمه هياخد الكوره. فانا بشوف ان الجيم ده مش بتاع شيكو بنزا اطلاقا. طب في حاجه تانية، انا بشوف ان اخوان بزيره في العمق قوي احلى بكتير قوي من الطرف، بس في مشكله، هي زي ما بقول لك هم هيتكثفوا قوي في العمق، فانت بزيره لو اتلعب في العمق مش هيكون حر، الكره مش هتوصل له دايما. انا بشوف ان الفكره مش فكره التشكيل هبدا بيه، الفكره فكره اللعب هلعب ازاي. فعشان كده انا بشوف ان بزيره لما يجي من على الطرف في العمق اخطر بكتير قوي لما تسلمه في العمق من بدري او تسلمه على الطرف. طب شكلنا الدفاع عامل ازاي؟ هقول لك مفيش اي اختلاف، محمد اسماعيل باك، والونش هيخش جنب حسام، احمد فتوح يرجع، هنا بزيره وعداد دباغ وناصر، وهنا عبد الله ومحمد شحاته وادم كاي. هو نفس الفكره، بس كل الفكره ان انت وانت بتهاجم انا عايز نحط فيه زياده عدديه قدام. دي خطه ريسك برضو بالنسبه لي. ليه؟ لان احمد فتوح مش الباك اللي هيعرف يلعب على الطرف دايما، لان احمد فتوح بيحب يلعب في العمق، فعشان كده انا بشوف ان بانتاج الطرد بتاعه مؤثر. انت كنت محتاج واحد طرف هنا عشان يشد الباكات زي ما انا قلت في الفيديو اللي فات، فيلاقي مساحات، انصاف مساحات للوينجات تخش فيها او لعيبه نص الملعب. في ناس ثانيه بتقول لك يا عم لا انا هطلع ادم كايد واحط شيكو بنزا يبقى كده الشكل، مفيش مشكله. بس برضو كل فكره برضو ان شيكو بانزا ده هل هو هيلاقي المساحات اللي بيحبها؟ هل هو هيعمل جيم حلو في جيم دفاعي متكتل؟ هل هو هيعرف يشد مع الباك؟ هل هو هيعرف كل كره يحافظ عليها ما يخسرهاش؟ وفي ناس تانية بتقول لك يا عم لا انا هحط هنا بزيره وهنا عداي دباغ وهنا شيكو بانزا وهلعب بناصر، ومثلا واحنا بنهاجم عداي يخش وبزيره هو اللي يجي من الحته دي او يسويتش مع عداي، حلوه برضه. بس انا بقول لك ان بزيره ممكن الكره ما توصلوش دايما، لانه هيتحاصر بعدد مهول من نص الملعب، هم هينزلوا يلعبوا جيم من العمق، جيم اقسم بالله يقفلوها عليك موت. فكل الفكره ان انت محتاج تلعب على الاطراف اكتر، بانك تشد الدفاع، بتحرك الكتله الدفاعيه بتاعتهم هنا وهنا بحيث تفتح مسارات تمرير او انصاف مساحات اللعيبه تخش فيها. فهي كل فكره مش فكره التشكيل على قد ما فكره انا هلعب ازاي. اهم حاجه الاسلوب لعب، فكره ان انت تلعب من العمق طول الوقت ملغيه، هي هتقف كلها تحت الكوره، هتقرب الخطوط من بعض، فبالتالي مش هتلاقي المساحات اللي انت كنت بتلاقيها في الذهاب، او لو كان جم خسرانين هم اللي خسرانين كنت هقول لك انما انا مش شايفها حل حلو لو انت لعبت من العمق او لو انت رميت بزيره طول الوقت من العمق. اخطر حاجه لبزيره لما بيجي بوشه من العمق، انما لما تسلمه من العمق يستلم هو بظهره، انا ما بشوفش هو بيعرف يعملها. هو اخطر حاجه ليه لما يستلم من الطرف ويجي من العمق. فكره ان انت هتحط بزيره على الطرف دايما او في العمق دايما انا مش صح، انما اخترت كلها لما بيمسك الكوره وبيقابلني بوشه هو من على الطرف او الوينج او العمق. انا بشوف ان كل خطط فيها الايجاب والسلب، بس انت بتختار اقل الخطه اللي فيها اضرار.